ورجعنا لكم بمسلسل جديد. بيبتدي عندنا مسلسل بنارو، وهي كانت بتقول لنفسها ان هي عليها ديون قد كده، وبقالها سنين كتيرة جدا بتحاول تسد فيهم، وان هي في الاصل مش مصرفة، لكن كانت مرتبطة بشاب، والشاب ده خد كل فلوسها وخلاها بقت مديونة للبنك، وطبعا بقالها سنين بتحاول تردهم. كانت بتقول انا هوريكوا دلوقتي ازاي تحطوا ميك اب بأرخص الفلوس، وكانت يعتبر ما بتحطش اي حاجة علشان توفر الفلوس اللي هتدفعها للبنك، علشان تعرف تجيب احتياجاتها الشخصية. وبتقول احنا كده حطينا ميك اب ببلاش، وتقول ان انا شغالة دلوقتي شغل صعب جدا وفلوسه قليلة. تقول انتوا عارفين الموز اللي ورايا ده يعتبر اكل كل يوم، ولو حد عايز يتبرعلي ده رقمي. وفي الوقت ده كانت عمالة تفتكر حياتها قبل ما ترتبط اصلا، وحياتها قد ايه كانت حلوة، وكانت عايشة حياة طبيعية جدا. لكن بعد دخول حبيبها حياتها بوظ لها كل حاجة فيها، وبقت تشتغل ليل نهار علشان تعرف تسد ديون للبنك. وهي كانت رايحة الشغل كانت بتشوف بقالها قد ايه ديون، وكانت زعلانة جدا ان بتقضي شبابها بالشكل البائس ده، وكانت عمالة تأنب نفسها وتقول لو انتي ركزت شوية قبل ما تختاري حبيبك زمانك دلوقتي كنتي عايشة حياة احسن كتير. نعرف انها بتشتغل في وكالة علشان تسد الديون اللي عليها، وجت هنا جارتها وبتقولها انا كنت عايزة اسد الفلوس بتاعتي، لكن انا اشتريت كريم، والكريم ده نزلته على النت ومحدش اشتراه، طبعا صرفت كل الفلوس ومش عارفة اعمل ايه. فهي بتقولها ان دي مش مشكلتي، وان الفلوس لازم تتسدد في اقرب فرصة بدل اصلا ما تتسجني. طبعا اول ما سمعت الكلمة دي خدت نفسها وهربت على طول. اما في الوقت ده نارو جات لها مكالمة تليفون، وكان في حد بيقول لها مبروك انت كسبتي 500 ألف دولار. وهي طبعا كانت مصدومة، ما كانتش عارفة ان اللي بيكلمها ده بيضحك عليها ولا لأ. قال لها طيب افتحي تليفونك كده وهتصدقي. فقالت له حاضر ثانية واحدة. طبعا كانت مبسوطة جدا علشان كده هترد كل ديونها. في الوقت ده قال لها يلا امسكي تليفونك واكتبي الرقم ده، وطبعا خلاها تدخل على الحساب البنكي بتاعها. لكن قبليها هنا كانت ذكية جدا، خدت الرقم بتاعه وحطته على الموقع بتاع الشغل بتاعها علشان تعرف هو اسمه ايه وساكن ايه وايه شغلته اصلا. في الوقت ده بيقولها مش ده رقم الحساب بتاعك، احنا جهة بنكية. طبعا كان ساعتها فتح الفيديو بتاعها على يوتيوب وقال لها رقم الحساب بتاعها صح، وقال لها يلا ابدأي بقى حولي لي الفلوس علشان ابدأ اضاعف لك الفلوس. فقالت له خلاص ماشي، بدأت فعلا تضاعف له الفلوس. وهنا عرف جان ان هي فريسة سهلة قوي، وان ممكن اي حد يضحك عليها. فقال لها طيب انا رجعت لك الفلوس بزياده، ايه رايك تديلي مبلغ اكبر وانا ساعتها هضاعفهولك. فقالت له خلاص ماشي انا هطلع بره احولهولك من المكنه بتاعه البنك. فقال لها خلاص ماشي ويلا حوليها على الرقم ده. قالت له طيب هو انت مش نصاب؟ قال لها ما انا لو كنت نصاب كنت هنصب عليك دلوقتي. قالت له اه صح. وفعلا بدات هنا تحط الارقام، وانا قال لها طيب يلا يا شاطره بقى حولي لي كل المبلغ اللي في حسابك علشان ابدا بقى ان انا ارجعهولك. ولكن معرفش ان نارو بنت ذكية جدا، وانها قبل كده اصلا اتنصب عليها من خطيبها، فطبعا هي دلوقتي بقت اذكى كتير. فقالت له طيب قولي كده الحساب اللي هيتحول له. وهي كانت بتكلمه لقيت ان مكتوب في المكنة بتاعة البنك ان الفلوس كلها هتتحول من غير ما ترجع لحساب وهمي. وطبعا عرفت هنا ان الشخص ده نصاب، وان جان بيضحك عليها. تقول له بقولك ايه انا عايزه اشوفك علشان انا جبت البيانات بتاعتك، ومعايا كمان المكالمه متسجله، وانت لو ما رجعتليش فلوسي انا دلوقتي هقدر اسجنك وهنزل بوست ان انت بتضحك على الناس وبتاخد منهم فلوسهم. قال لها لا ثانيه واحده انا بهزر معاكي، انت فينك علشان انا اجيلك. قالت له بقولك ايه انا في الوكاله اللي موجوده في المنطقه. قال لها طيب دقايق وهكون عندك. فانا بتقول له بقولك ايه انا عايزاك في حاجه. قالت له انت تساعدني ان انا ارجع الفلوس اللي خطيبي خدها، وانا وعد مني همسح المكالمه دي وهمسح كمان بياناتك. وفعلا راحت علشان تقابله، ولقيته ان هو شاب وسيم جدا وحلو، واد جميل جدا يعني. فانا بيقول لها هو انتي البنت اللي كنت هنصب عليها؟ فبتقول له ايوه انا. قال لها يا ريتني كنت نصبت عليكي، ايه المنظر ده؟ فبتقول له قصدك ايه يعني؟ قال لها مش قصدي، تعالي بقى علشان نتفق. فراحت وقالت له ان خطيبها كان بيحبها جدا، او طبعا ده اللي هي كانت فاكراه، وضحك عليها في فلوس قد كده، وكمان خد فلوس من البنك على اساس ان هي اللي ضامناه. ولما اختفى بدأت هي اللي تسد الفلوس كلها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نكمل. بدأت تحكي له ان هي ازاي عرفت حبيبها، تقول ان هو كان في الاول شخص محترم جدا وشخص جميل، وكان دايما بيعمل لها كل حاجة هي عايزاها، وكان محترم جدا معاها وبيحبها، وكان بيديها فلوس كمان كتير جدا.
وكان بيخليها مش عايزة أي حاجة. فطبعا بدأت إن هي تثق فيه، وشهر ورا التاني بدأ يقول لها إن هو عايز يدخل بيزنس ولكن محتاج فلوس كتير. قلت له بقولك إيه، أنا هضمنك طبعا للبنك وخد الفلوس اللي أنت عايزها. فأنا طبعا خلصت حكايتها، وطبعا أعرف إن خطيبها ضحك عليها. وأنا فعلا بدأت إن هي تصعب على جان، وعارف إن هو بيكلم واحدة عبيطة جدا وساذجة، وإن واحد زي ده بكلامه العبيط قدر يضحك على بنت زي دي، وإن هي من وجهة نظره ذكية جدا. في الوقت ده نرجع بالذكريات لورا شوية، سنتين كده لورا، وكانت بتقوله إن هي مستعدة تعمل أي حاجة علشان علاقتهم تفضل مع بعض. فقال لها يعني انتي هتساعديني إن أنا أخد فلوس زيادة من البنك؟ فبتقوله اه طبعا، هو أنا ليا غيرك؟ وطبعا بعد ما عرفت إن هو نصب عليها وضحك عليها، راحت له كمان شغله زي السذجة. بتقوله بقولك ايه، أنا ممكن إن أنا أسامحك عادي، انت بتحبني صح، وبتعمل كده علشان تشوفني إذا كنت بحبك ولا لأ. قال لها أنا عمري ما حبيتك، وإن انتي بالنسبة لي زي أي حد. وخدته علشان توريله مكان الشغل بتاعه. وأنا طبعا أول ما شافه اتصدم جدا، لأن لقى معاه عربية غالية وساعة غالية جدا، وكل حاجة لابسها حاجات براند أصلا. طبعا عارف إن هو ضحك على الهبلة دي وخد كل فلوسها، وبدأ يجيب كل الحاجات اللي هو عايزها. وطبعا كان مستغرب ازاي واحدة زي دي ترتبط بواحد زي ده، وخصوصا يعني ان هو باين عليه شخص نصاب. طبعا هي اول ما شافته دخلت العربية بتاعت جان، وكانت عمالة تقوله ايوه هو ده. فانا بيقول لها انتي متأكدة؟ ده باين عليه عبيط جدا، ازاي ضحك عليكي؟ فبتقوله مش عارفة، يمكن علشان كنت بحبه. فقال لها طيب انا هساعدك وهاخد الفلوس منه، لكن الاول امسحي بقى اللي انتي مسجلهولي. فبتقوله طبعا ماشي. وانا بتقوله لكن انت بقى مش هتضحك عليا؟ قال لها لا طبعا. فبتقوله طيب المسجل اللي انا مسجله لك اهو، انا مسحته. قال لها لا انا مش واثق فيكي، انت توريلي الاول. قالت له خلاص ماشي. فعلا بدات توريله ان هي مسحته. وقال لها خلاص ماشي، احنا بقى نبدا نخطط هنعمل فيه ايه علشان نقدر ناخد كل الفلوس منه من غير ما يشك فيكي او فيا. وكمان انت لازم ما تظهريش قصاده علشان اي حاجه هنعملها ما يفتكرش ان هي من وراكي انتي. طبعا يبدا يقلق منك ويحرص منك. فتقوله لأ خلاص، شوف انت هتعمل ايه وانا هعمل زيك بالظبط، وانا كمان مش هفكر. قال لها احنا الاول محتاجين نروح لشركة ضمانات ونمثل ان احنا مندوبين منها. طبعا علشان نعمل كده لازم نطرز ونعمل قمصان زي بتاعتهم. قالت له خلاص ماشي، انا اعرف واحد كويس جدا. وفعلا عملوا تيشرتين، والتيشرتين دول راحوا بيهم لشركة علشان يوريهم ان هما فعلا من شركة ضمان. بتقول له هو انت متأكد بقى ان انا وانت هنقدر ناخد الفلوس منه؟ فبيقول لها بقولك ايه، انا قبل ما انصب عليكي نصب على اكتر من 200 واحد، فيعني اكيد خطيبك الغبي ده مش هيكون اذكى مني. وفعلا بدأ ان هما يدخلوا الشركة ويسألوا على الرئيس. طبعا الرئيس ده اللي هيبدأ يديهم ورقة ان هما الاتنين شغالين. ولكن قبلها طبعا قابل نائب الرئيس وقال لهم هو انتوا عايزين تشتغلوا هنا؟ فقالوا له ايوه، لكن احنا كنا شغالين في شركة تانية. فقال لهم خلاص ماشي تعالوا ورايا. وفعلا بدأ هنا تنبهر بذكاء جان، وان فعلا العملية بدأت تعدي بسهولة جدا، وكانت حاسة ان في حاجة غريبة، وان جان ده قلقت له هو كمان ينصب عليها. لكن لما شافت ان هو بيتعامل مع النائب ازاي، وان هو اصلا همه جدا ان هو يرجع لها فلوسها، بدأت اصلا تثق فيه وتقول عليه ان هو شخص كويس. اما عن النائب قال لهم بلاش تقابلوا المدير، وانا موافق كده كده اللي انتوا تشتغلوا معايا. وطبعا كمان بدأوا يعرفوا معلومات عن خطيبها القديم، لان هو كمان شغال في الشركة دي. طبعا هما الاتنين بدأوا يغيروا شكلهم شوية. وطبعا النائب قال لهم خلاص ماشي انا موافق. ولكن بعديها خرجوا هما الاتنين برا، وقال لها احنا دلوقتي عندنا 3 اهداف. اول هدف ان احنا ناخد منه 300 الف، وتاني هدف ان احنا ناخد 100، اما عن التالت ناخد اخر 100 ونخليه من غير فلوس خالص، وكمان نخليه يكون مديون للبنك، ونردله شوية جزء من المعاناة اللي انت كنت عايشاها على مدار السنتين اللي فاتوا. طبعا كانت قاعدة ومش مصدقة انها اخيرا الفلوس ممكن ترجع لها. قال لها انا عندي فكرة، ايه رأيك بقى ان انا وانتي ندخل حد تالت معانا، لان احنا عرفنا دلوقتي ان هو بينصب على الكل، وان هو اللي يهمه ست كبيرة او صغيرة معاها فلوس. فقالت له خلاص ماشي، انا اعرف واحدة عليها ديون قد كده، وطبعا هتساعدنا في ان هي تشتغل معانا. وطبعا علشان تشتغل معانا انا هسدلها الديون، طبعا لما تاخد الفلوس من خطيبها. فراحوا لها هناك وبدأوا ان هم يقنعوها. طبعا في الاول كانت رافضة، لكن اول ما قالت لها ان انا هردلك الفلوس وانت كده مش هتتسجني، وافقت على طول. قالت لها خلاص ماشي انا معاكو. لكن بعديها قالت لهم طب انتوا قلقانين؟ لان اصلا ممكن معرفش اتكلم
وحتى لبسي مش باين عليه ان هو غالي. ازاي بقى هيصدق ان انا واحدة غنية؟ جان قال لها ما تقلقيش، انا هعرف كويس جدا اتصرف في ده، وهجيب لك تليفون ولبس غاليين جدا، وكمان خاتمين غاليين جدا، لان طبعا اول حاجة هيركز فيها الحاجات اللي انت لابساها ايه، علشان طبعا يعرف اذا كنت غنية فعلا ولا بتكدبي. فقالت لهم خلاص ماشي، وكانت داخلة المكان وهي قلقانة ومتوترة جدا. لا هو اصلا يقفشهم، طبعا لو قفشهم هيقول عليهم ان هم نصابين ويبلغ الشرطة، وساعتها فعلا هيتسجنوا كلهم. وهو طبعا اول ما شافها خطيبها بدأ ان هو يبص لها وكان مبهور جدا، طبعا مش من جمالها، لا من الحاجات اللي هي لابساها. طبعا عارف ان هو هيتعامل مع واحدة غنية جدا جدا، وان دي الفريسة التانية، وبعديها هيعتزل، وساعتها هيكون واخد على قلبه فلوس قد كده. طبعا بدأ يكلمها ويقول لها ان انت مش باين عليكي السن، وان انت شكلك حلو جدا. فانا بتقول له شكرا، ولكن انا فعلا صغيرة. قال لها اه طبعا باين. طبعا عرفت ان هي وقعت مع واحد ذكي جدا، وان هو بيعرف يتكلم، وكمان اصلا بدأ ان هو يقنعها انها تدخل المشروع الجديد بتاعه. طبعا بدأت تمثل ان هي لا مش مقتنعة بالموضوع، لكن هي اصلا جاية علشان كده، وكمان جاية علشان تقنعه ان هو اللي يشترك معاها. لكن طبعا اول ما شافها ان هي واحدة معاها فلوس، قرر ان هو يقول لها طبعا عن المشروع. كانت قايله له ان هي صاحبة اوتيل معروف جدا، ولكن جه في الوقت ده حد من اللي شغالين في الاوتيل وقال لها هو انت ازاي المدير، انا حتى ما لمحتكيش صدفة قبل كده. فطبعا بدأت ان هي تتوتر، وطبعا خطيب نار وبدأ ان هو يشك فيها، وانا طبعا فعلا اتوترت وما كانتش عارفة تعمل ايه. في الوقت ده جان كان هيتدخل، لكن قامت بسرعة وبدأت تعيش دور المديرة المتسلطة، وبدأت تقول له انت ازاي تكلم مديرتك كده، ومعنى كده ان انت ما بتجيش بقالك فترة علشان كده مش عارفني، واكيد حتى لو بتيجي انت مين اصلا علشان تعرف المديرة العليا بتاعة الاوتيل. فانا قال لها اه فعلا وان انا اسف. طبعا لما شافت الدبلة في ايده وعرفت ان هو متجوز، اللي بقولك ايه خد بالك طيب، لا خليك انت ومراتك ما تشتغلوش في الشركة. طبعا بدأ هنا يصدق ان هي فعلا صاحبة الاوتيل. فانا قال لها طبعا انت طبعا واحدة مشهورة، واكيد معاكي فلوس كتيرة جدا، ولكن ده برضه كان مقلقه وكان عايز يتصل يتأكد إذا كانت دي فعلا مديرة الأوتيل ولا لأ. طبعا قال لها طيب أنا هطلع برا أعمل مكالمة وأجي تاني على طول. قالت له خلاص ماشي، طيب ممكن تليفونك علشان أديلك رقمي. بدأت طبعا تغير رقم الأوتيل اللي على تليفونه. في الوقت ده جابوا نارو علشان تمثل قدامه إن هي ارتبطت بحد تاني، والحد ده بقى بيضربها وفعلا بقى بيعذبها، ويقولها بقولك ايه، هو انت ايه اللي عامل في وشك كده؟ قالت له بعد انت ما سبتني انا كنت عايزه ارتبط باي حد علشان انتقم منك، وطبعا هنا ارتبطت بواحد قاسي جدا وبقى بيضربني. فقال لها طيب انا هبقى اشوف لك اي شغل معايا. طبعا وهي بتتحرك القطن اللي كانت حاطاه في بقها علشان اكنه يكون بقها وارم وقع. فقال لها طيب بقولك ايه، ما تمثليش على ممثل يا شاطره، يلا امشي من هنا. وانا طبعا كانت مستنيه ان هنا جان والمديره يغيروا رقم الاوتيل على فندق خطيبها، علشان طبعا هو هيتصل بيه، وطبعا هنا اللي هيرد جان. فانا كانت عماله ماسكه فيه وتقوله لا خليك معايا وما تسيبنيش، بدات تعمل صوت عالي علشان جان ياخد باله، لكن لحد دلوقتي جان اصلا ما خدش باله لانه مش عارف الباسورد، وهنا طبعا ما كانش عارف يعمل ايه. في الوقت ده بدأت تصرخ بصوت عالي، لكن في الاخر توقع الباسورد وغير رقم الاوتيل واداها التليفون، وبعديها على طول مشيت. ولكن لما لقيته ان هو هيعمل صوت كانت عايزة تضربه. طبعا كانت بتعمل الحركة دي علشان جان يدي التليفون للمديرة بسرعة قبل ما هو يلاحظ اي حاجة. في الوقت ده المديرة بتقوله باين عليك ان انت ذكي جدا، انا عايزة اعرف هو انت جايب الفلوس دي كلها منين وانت شاب صغير كده؟ طبعا بدأ يمثل عليها، يقول لها ان انا بشتغل من وانا صغير وتعبت وكفحت كتير عشان اوصل للي انا فيه. طبعا ما قالهاش ان هو نصاب وضحك على خطيبته وخلاها تضمنه عند البنك علشان ياخد فلوسها ويهرب. وبعد ما خلصت كانت قاعدة ومنهارة جدا، لان هي كانت اصلا مصدومة في خطيبها ده، وان هو فعلا كانت شايفاه ان هو كويس جدا وشخص حلو، ازاي يكون نصاب وحرامي كده، وازاي يضحك على الكل وبقى ده عادي. في الوقت ده نعرف ان هو اصلا اتصل بالاوتيل، طبعا اللي رد عليه كان جان، وقال له فعلا هي شغالة معانا وهي دي المديرة بتاعتنا. وطبعا جان حس خلاص ان خطته بدأت ان هي تنجح، وكمان اللي اثبت له ده ان خطيب ناره القديم بدأ يكلم هنا المديرة دي، بدأ يقول لها ان انت كان شكلك حلو جدا وان انا عايزة اقابلك تاني، يا ريت ان انا اقابلك في اقرب وقت. طبعا بدأت تحس ان خطيبها قد ايه كان شخص قذر اصلا، وان هي ما خدتش بالها.
في الوقت ده مامتها اتصلت بيها قالت لها بقولك ايه، انا عايزه منك فلوس سلف، احنا حالتنا الماديه الفتره دي وحشه جدا. فقالت لها خلاص ماشي، وراحت علشان تستلف من جان، قالت له صدقني اول ما اخد الفلوس هديلك فلوسك على طول. وخرجوا هما الاتنين علشان ياكلوا سوا. فقال لها هو بدأ يحولك فلوس ولا لسه؟ فبتقول له لسه، لكن انا واثقه ان هو اكيد هيبعتلي. قال لها وانا كمان واثق ان هو هيبعتلك اكيد، لكن المسألة مسألة وقت. وانا كانت قاعدة وكانت عمالة تقول له انا افتكرت حاجة بالاكل اللي في بقي ده. فبيقول لها هو ايه القرف اللي انتي بتعمليه ده؟ بتقول له انا افتكرت ان هو كان بيخبي دايما الفلوس فين. فقال لها وانتي غبية ولا ايه؟ فبتقول له ليه بتقول كده؟ قال لها لا عادي، اصل انت فعلا باين عليك ان انتي عبيطة. فانا بتقول له خلاص ماشي، المهم الفلوس ترجع يعني. وبعديها ركبت العربية بتاعته وكانت مبسوطة جدا. وهنا نعرف ان هي بدأت تحس اخيرا ان هي معجبة براجل حقيقي، واللي هو جان. وكانت حاسة ان اخيرا الدنيا بتعوضها عن خطيبها القديم، اللي هو اصلا عمره ما حبها، وكان شايفها بس عبارة عن خزنة ياخد منها الفلوس وكفاية عليها كده. في الوقت ده كلم حد من صحابه علشان يجي، طبعا هيساعدهم في النصبايا. في الوقت ده اول ما شافوا منظره قالوا له هو انت متأكد ان ده اللي هينصب عليه ولا اللي هينصب علينا احنا؟ قال لهم بقول لكم ايه، ما تقلقوش، دي مش اول مره ينصب على حد، ده انا عارفه من زمان جدا. فقالوا له اه ربنا يستر لا ينصب علينا. فقال لهم لا، خلي في بينا سكه كده. وطبعا اول ما جه شال جان وقال له يا وحشتني بقالي فتره كبيره جدا ما شفتكش. قال له طيب نزلني بقى علشان منظرنا انا وانت بقى شكلنا وحش جدا. فقال له اه تصدق. وبعديها على طول راح هنا لخطيب ناره وقال له ان المديره بعتني ليك بالعقد ده علشان اقول لك انت هتوافق ولا لا. نعرف ان هم عملوا اول اتفاقية وان هم خدوا منه 3 مليون. اما خطيب ناره كان فاكر هو كده اللي ضحك عليهم، لان الصفقة دي تسوى اكتر من 3.5 بكتير جدا. وطبعا كان فاكر ان هو اخيرا خلاص هيوصل للغنى اللي هو عايزه. في الوقت ده كان بيقول له المديرة مبسوطة جدا بيك، تقول عليك اللي انت شخص ناجح وممتاز جدا. فقال له بجد هي اتكلمت عني تاني؟ فقال له اه. قال له ان هي بتقول عليك انسان ناجح جدا. فقال له بقول لك ايه، هو انت متعرفش المديره بتاعتك دخلتها ايه يعني؟ فقال له لا مش فاهم. قال له يعني ازاي اوصل لقلبها؟ فقال له لا اذا كان كده بقى تديني جزء من الفلوس وانا احكي لك على كل حاجه. فقال له خلاص ماشي. وبعديها قال له على فكره انا كلمت المديره وحكيت لها على كل حاجه وهي موافقه على الصفقه. فقال له بجد هي كمان وافقت ان احنا ننزل من 3.5 ل3 مليون؟ قال له اه طبعا، المهم انت تكون راضي. في الوقت ده خرج طبعا وهو مبسوط جدا لانه اصلا خد اكتر من الفلوس اللي هما متفقين عليها. وحس اخيرا ان جان صاحبه هيتبسط منه. طبعا كان خارج عمال يرقص. فجان بيقوله تعالى يا عبيط هنا، هو انت بتعمل ايه؟ قال انا مبسوط جدا ان انا خدت فلوس اكتر من اللي انتوا عايزينها. فقال له خدت كام؟ قال انا خدت كمان نص مليون زياده. طبعا في الوقت ده كانوا قاعدين وكانوا عمالين يضحكوا عليه. في الوقت ده خرجوا هما كلهم مع بعض، ولكن سابهم في الاخر وجان ونارو خرجوا مع بعض. وقالها وانت لو خدت الفلوس يعني هتفضلي تحبيه؟ فبتقوله ان انا نسيته من زمان. وبدأت تبص لجان وقالت له ان انا بدأت احب حد تاني. اما بالنسبة لمديرتها بدأت تحب صاحب جان. وانا بتقولها ان انت انسانة ذكية جدا وان انا مشكورة ان انت بدأتي تساعديني. وطبعا نعرف ان هما بدأوا ياخدوا الفلوس منه تاني لكن بشكل بطيء. وطبعا كلهم كانوا مبسوطين ان خطتهم نجحت، وكانوا فرحانين ان جان بدأ خلاص كده قفل خطته وان الخطة خلاص كلها ايام وهتنجح. في الوقت ده بتقوله انا جت لي مكالمة من حد هناك معاه في الشركة ان هو بدأ يشك ان في فلوس بتخرج من حساباته بشكل فوري وبشكل كتير يعني وبشكل متكرر. فقال لها طيب ما تقلقيش وانا هتصرف. وفعلا هنا اتصرف ورشا اصلا الشخص اللي بيشتغل معاه. طبعا هنا كده انتهت كل المشكلة والفلوس رجعت لنارو. وطبعا هما الاتنين قالوا لبعض ان هما بيحبوا بعض. اما بالنسبة لصاحبه وللمديرة اعترفوا ان هما بيحبوا بعض وهي كانت مصدومة ووافقت. ويخلص معانا المسلسل. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان الاسبوع ده كله هينزل كل يوم فيلم او مسلسل جديد. سلام، واشوفكم بكرة في مسلسل او فيلم جديد. ولو حابين الخص لكم اي فيلم او مسلسل قولولي تحت في التعليقات.